رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب ما يقطع علينا عادة ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني، يا رب قدرنا دايما على فعل الخير وكتر يا رب من اللايك والشير، ويا رب كل رمضان نكون معاكم ونقيل. معذرة ركز معايا كده ورقة وقلم عشان هتكتب ورايا النظام اللي يفضل انك تذاكر بيه في رمضان لو انت في ثانوية عامة او ثانوية ازهرية. بس قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنساش تدخل قناة التليجرام، هتلاقي اللينك بتاعها اول اوبشن في اللينك المجمع جوه في القناة. هديلك دلوقتي التو بلانز لرمضان وانت تختار اللي يعجبك عشان تمشي عليه. وملحوظة كده في البداية عشان ما تفهمنيش غلط، اوقات دروسك مع اوقات المذاكرة، يعني لما اقول لك الوقت ده من كذا لكذا انت قاعد بتذاكر، فده يحتمل انك تكون قاعد بتذاكر فعلا او تكون في درس سواء اونلاين او اوفلاين. الخطه الاولى، ودي يومك فيها هيبدا من الساعه 3 بالليل، هتنام من الساعه 9 بعد صلاه التراويح او القيام، وهتصحى الساعه 3، يعني 6 ساعات نوم، واظن دول كافيين جدا. من 3 ل 5 ده عباره عن سحور وصلاه، يعني قيام ليل تاني مع نفسك، وورد ثابت ليك سواء قران او اذكار، ولو ما خلصتش ورد القران بتاعك قبل الفجر كمله عادي بعد الفجر مفيش مشكله. وبعدين من الساعه 5 لحد الساعه 10 الصبح انت قاعد بتذاكر، هتفصل شويه وبعدين معاك لحد الساعه 2 برضه ده وقت مذاكره، وبعدها هتفصل برضه شويه او هتصلي العصر وتبدا تاني لحد الفطار، وبعدين بقى معاك من 6 او صلاه المغرب لحد الساعه 9 او بعد صلاه القيام انت بتصلي بتفطر بتعمل كل اللي انت عايزه، وبعدين هترجع تاني تنام من اول الساعه 9 وتكرر نفس اللي حصل تاني. وعشان اكون صريح معاك او غالبا يعني ده اللي هيحصل، انت هتفصل قبل الفطار بساعه ساعتين كده، هتلاقي نفسك فصلت خالص ومش قادر تذاكر، فممكن تنامهم عادي جدا مفيش مشكله، طبيعي جدا في رمضان الواحد اساسا مبيبقاش عنده طاقه لاي حاجه. وبكرر تاني، مواعيد المذاكره هتشتمل مواعيد دروسك. ودي كده كانت الخطه الاولى. الخطة التانية، هتبدأ يومك الساعة 12 أو بمعنى أصح قبل صلاة الظهر، يعني هتصلي الفجر وتنام، معاك بقى من الظهر لحد العصر مذاكرة، وبعدين هتاخد بريك أو تفصل شوية، وبرضه من بعد العصر لحد المغرب مذاكرة. معاك بقى يا معلم من الساعة 6 أو من صلاة المغرب لحد بعد صلاة القيام أو الساعة 9 أنت بتصلي بتفطر بتعمل كل اللي انت عايزه، وبعدين معاك من الساعة 9 لحد الساعة 3 انت بتذاكر. وطبعا مش الست ساعات متواصل، يعني اكيد هتقسمهم او هتعمل لنفسك طريقة، ممكن 3 ساعات بثلاث ساعات، ممكن 25 دقيقة و5 دقايق راحة، ممكن 50 دقيقة و10 دقايق راحة، على حسب ما تقعدش الست ساعات كاملين. وبعد الكلام ده كله معاك من الساعة 3 لحد الساعة 5 سحور وقيام ليل وورد، وبعد كده هتصلي الفجر وترجع تاني تكرر الكلام ده كله طول شهر رمضان. ودي كده كانت الخطة التانية معاك. وطبعا في مسلمات زي مثلا اذكار الصباح والمساء دي ما تضيعهاش، وخد بالك من الخمس حاجات دول عشان مهمين جدا. رقم واحد، خلي وقت بعد الفجر او بعد صلاة التراويح للمذاكرة العميقة، لان دي اكتر مدة واكتر وقت انت مركز فيهم، فما ينفعش تضيعهم في الفاضي. ده طبعا على حسب لو انت هتذاكر الصبح او هتذاكر بالليل، وركز كويس وحط الحاجات المهمة فيه. رقم اتنين، قبل الفطار حط المراجعة او الحاجات الخفيفة جدا بحيث ان انت ما تحتاجش تبذل مجهود فيها لان تركيزك هيكون قليل جدا. رقم ثلاثة، ما تهملش نومك، لو قصرت في النوم يؤسفني اقول لك انك هتأثر في بقية اليوم، لان في رمضان انت هتشحن نفسك بالنوم. ونيجي بقى رقم أربعة، هتشرب مية كفاية جدا من أول الفطار لحد وقت السحور أو وقت الفجر عشان ما تحسش بجفاف طول اليوم. رقم خمسة، خد راحة صغيرة بعد كل فترة من فترات المذاكرة، على حسب زي ما قلت لك، في ناس بتذاكر بطريقة بومودورو 25 دقيقة و5 دقايق راحة، وفي ناس بتذاكر زي حالتي 50 دقيقة و10 دقايق راحة، وفي ناس بتذاكر عادي متواصل 3 4 ساعات زي ما تحب. بس أهم حاجة ما تقعدش مدة كبيرة جدا من غير ما تفصل، لازم على الأقل تقوم حتى تتمشى شوية. فاختار اللي يعجبك واللي يريحك واللي انت متعود عليه. وبس كده، ده اللي كان عندي اقوله لك النهارده. معاك تو بلانز لرمضان. ما تنساش طبعا تشترك في القناه لو لسه مشتركتش، وتعمل لايك للفيديو، وتعمل لي فولو على الانستجرام. ولو احتجت اي مساعده او اي حاجه ما تترددش ان انت تبعت لي، انا اخوك الكبير. وبرضه ما تنساش تدخل قناه التليجرام بتاعتي اللي بنزل عليها قران، ده غير القناه التانيه اللي قلت لك عليها في اول فيديو اللي هي اسمها معا نرتقي. وكان معكم دكتور محمد عزازي، طالب في الفرقه الاولى طب ازهر دمياط. اشوفكم الفيديو الجاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.